السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقة باجو بيرفيومز على اليوتيوب. معاكم محمد مصطفى بيومي. هنتكلم النهاردة عن عطر من دار العطور الفرنسية كريد، وهو سبايس اند وود. عاوزك تتخيل معايا كده لما دار عطور أسطورية زي كريد تعمل ريال كوليكشن أو مجموعة ملكية، هيكون الناتج إيه؟ وقبل ما أتكلم معاك عن العطر أنا ليا عندك طلب، اللي هو إنك ما ترفعش سقف توقعاتك. حضرتك تجرب وبعدين تقرر سواء اذا كنت هتقتنيه او لا. العطر ده حلاوته انه عطر نقي جدا وغير مستنسخ وفريد من نوعه وملوش شبيه. لما تيجي ترش العطر ده، انا رشيته قبل ما ابدا معاكم الفيديو، رشيته هنا. شميت في الافتتاحيه البرغموت وشميت الليمون وشميت التفاح. اول ما ترش البرفان انت هتشم الليمون والبرغموت بوضوح. بعد 30 ثانيه هيبدا التفاح الاخضر يظهر، وهيظهر شويه عنهم. والتفاح الاخضر اللي موجود هنا غير التفاح الاخضر اللي شميته في اي عطر تاني. بعد كده بشويه الافتتاحيه دي هترجع لورا، مش هتختفي، وهيبدا في الظهور الفلفل والقرنفل والباتشولي مع لمحه مدخنه. بعد نص ساعه هيبدا خشب الارز، وهيبدا السوسن والمسك، والثلاثه دول لما يختلطوا مع بعض في النهايه هيدوك ريحه كريميه. الريحه الكريميه دي هتبقى موجوده مع كل النوتات اللي قبل كده. مفيش نوتة في العطر ده من بداية ما ترشه لحد ما ينتهي بتختفي. ممكن ترجع لورا شوية او تبان اللي هي يدوب باينة بس ما بتختفيش. بالنسبة لثباته وفوحانه، فالثبات متوسط من 4 ل 6 ساعات، وممكن يقعد معاك ل 8 ساعات على حسب نوع البشرة. لكن معايا انا قعد حوالي 4 ساعات وبدأ اللي هو يختفي. ممكن كمان ما يكونش كمان معايا ل5 ساعات. بالنسبة للفوحان جيد جدا في اول ساعة ونص لساعتين، وبعد كده هيبدأ يقرب من جسمك لحد ما يختفي. كمان انا شايف ان العطر دوت ما ينفعش للاستخدام اليومي. يعني لو عندك العطر ده لازم تربطه بمناسبة، فرح او ميتنج، انترفيو، عشوة رومانسية، وتأكد انه مش هيغزلك ابدا، وخصوصا في الاماكن المغلقة. يعني مثلا قاعة مغلقة، قاعة اجتماعات، انترفيو، قاعد في مطعم. كل الاماكن المغلقة فهو هيبقى معاك كويس جدا. اما في الاماكن المفتوحة ما افتكرش ان هو هيقعد معاك كتير. سعر النسخة اللي معايا دي اللي هي 30 مللي حوالي 2000 ل 2300 جنيه. كمان عايز اقولك على ملحوظة مهمة جدا، ان الناس اللي بتحب كريد افنتوس اكيد بنسبة 90% او فوق 90% هتحب العطر ده جدا. ولحد هنا هنكون خلصنا حلقتنا النهاردة. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. اشوفكم على خير في الحلقات الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.